رجال الأعمال الذي كان له الدور البارز. الحمد لله بجهازها انها تكبر اكثر واكثر واكثر. والشيء اللي انا اقول الفرق اللي انتم شفتوها. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني الساده الضيوف واساتذتنا معالي الوزير وسياده المحافظ وباشمهندس سعيد والاخوه الاعزاء. طبعا الحقيقه يعني النهارده الحقيقه يعني يوم جميل جدا، لان فعلا تجربه مدرسه المصنع من التجارب الناجحه جدا، واحنا الحقيقه اذا كنا ابتدينا فيها من فتره، من يعني عندنا دلوقتي فوق 25 مدرسه داخل المصنع. مدرسه ليفنج جروب تعتبر مدرسه مميزه جدا، والحقيقه هنا يعني رجال الصناعه اللي هم المحترمين اللي هم بياخدوا ولادنا ويحافظوا عليهم فعلا، وبيعتبروا ان دي رساله قوميه. هو بيربي جيل علشان يشتغل معاه ويبقى معاه في التوسعات بتاعه المصانع بتاعته. فطبعا يعني برضو انا بحيي حته الجوده. حته الجوده مهمه جدا، وما بين التعليم هو انه فعلا بيجيب وجهه نظر الصناعه في التعليم. الطالب ياخد حقه ومن التدريب اللازم، واحنا بنديله حقه من التعليم بحيث ان هو يطلع فعلا مواطن صالح. وانا بلاقي فعلا حاجه من فعاله، والاقي ان في مستوى سلامه وصحه مهنيه عالي يحافظ على طلابنا، وبالتاكيد طبعا يحافظ على كافه العاملين في المصنع. وده اللي احنا ما نتمنى ان تكون عليه كل الصناعه المصريه. سعيد بن احمد على هذا الكفاح وهذا النجاح، ان يتمكن من انتاج 30 مليون متر من هذه المصانع تصدر جميعها الى اكبر وافضل السلاسل التجاريه في العالم. ان يؤسس من هذه المفروشات اكبر. يجب ان نتوقف امام اهتمامه بالآن.